السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ياسمين. بصوا بقى الجمال، شوية ملوخية خضرة كده وشوية محشي مشكل بقى، بتنجان على كوسة على فلفل وبطة بقى فظيعة اهو. بصوا بتلمع بتلمع، ومعانا هنا فرخة بقى كمان عشان مريم بنتي ما بتحبش البط، وشوية لسان عصفور. وتعالوا على الفيديو نشوف هنعمل ايه. انا بقى نزلت جبت بقى كرومبايه حلوه كده، وجبت ايه شويه بتنجان كده وشويه كوسه وفلفل، وجبت حزمه ملوخيه. ما جبتش ملوخيه كتير يعني، هي بس على قد الغدوه. وجبت بقى شويه طماطم كده، وجبت شويه خضره. خضره المحشي طبعا شبت وبقدونس وكزبره زي ما انتوا عارفين. وبصراحة الأسعار تحت غالية جدا جدا. أنا اتصدمت بصراحة من الأسعار غالية قوي. يعني الله يكون في عون الناس بصراحة، ربنا يعيننا يعني على اللي احنا فيه. انا بقى هنا بحب اقطع الكرنب بتاعي كده، ما بحبش اسلقه زي ما هو، لانه بصراحة لما احنا بنسلقه زي ما هو بيبقى الكرنباية بتبقى فيها تراب، وبتبقى بيبقوا حاطينها على الارض ومن ايد لايد، ووارد جدا ان انت ممكن تلاقي من جوه دودة او حاجة. فلازم ان احنا نغسل الكرنب بتاعنا خوفا على صحتنا وصحة ولادنا. هو احنا مش هنستسهل يعني ان احنا نسلق الكرنباية زي ما هي ونقول احنا يعني استسهلنا. هي الموضوع مش صعب، وسهل جدا ان انت تعملي تسلقي الكرنبة وهي متقطعة، والله ما بياخد وقت خالص. يعني الناس اللي بتقول ان هو بياخد وقت، لا ما بياخدش وقت نهائي يعني تسلقيه هو نفس ما انتي هتسلقي الكرنبايه زي ما هي برضك هتقطعيها وهتسلقيها برضو، بس انتي كده بتضمني سلامة ولادك وسلامة صحتك. انا طبعا حطيت هنا ميه بقى، لازم الميه تكون بتغلي، وحطينا فيها معلقه كمون عشان انتوا عارفين الكرنب بيحب الكمون قوي يعني. فانا حطيت بقى معلقه كمون كبيره كده حلوه، وطبعا الميه غليت، وهبتدي ان انا بقى انزل ايه الكرنب، يعني كام ورقه كده مع بعض يعني. على قد الحله بتاعتك هتحطي الكرنب، يعني 4 ورقات 5 ورقات زي ما انت عايزه. اما في الحله اللي هنا بقى انا حطيت شويه زيت وزبده صفرة. انا بستعمل بصراحه زبده فرن حلو قوي قوي في الاكل، وبالذات في الرز يعني. انا جربتها كذا في كذا حاجه، لقيتها طعمها تحفه. وطبعا ما يعلاش على السمنه البلدي، بس ما انا ما عنديش سمنه بلدي، فجبت سمنه فرن حلو قوي. فانا حطيت بقى هنا البصل بتاعي طبعا، وحطيت التكه بتاعتي اللي هي الفلفل الاسود. اهم حاجه انا بحب احطها على البصل الفلفل الاسود، بصراحه بيدي ريحه حلوه قوي للبصل وبيدي طعم حلو. بصوا بقى انا ببتدي ان انا ايه اقلب الكرنب بالمنظر دوت عشان كله يستوي في وقت واحد، وما بياخدش وقت يعني دقيقتين. يعني ما تكتريش في سلق الكرنب عشان ما يتقطعش منك وانتي بتقطعيه. بس هقلب بقى البصله بتاعتي لحد ما تاخد لون. بص هو ده اللون بقى اللي انا عايزاه، يعني اللون المصفر دوت بيبقى لونه حلو، بيدي كمان طعم حلو قوي للمحشي بتاعك. وهنزل بقى بكيسين الصلصه. انا عايزه كيسين صلصه، لو انت ما عندكيش اكياس، بس هي الاكياس بتبقى مريحه اكتر، لان هي انتي لو عندك برطمان هتحطي معلقتين صلصه، لو الاكياس زي ما احنا جايبين كده بتسهل يعني، على قد الطبخه بتحطي كيس يعني، برضو بتبقى احسن يعني، على اساس ان تبقي انتي مظبطه طبختك. هبتدي بقى ان انا اقلب بقى ايه البصل كده في الصلصه. وهناك بقى بتابع هنا وهنا، يعني لازم ان احنا نتابع هنا ونتابع هنا بس. وطبعا انتي كده كده الطماطم مش بتتصفى، لو انتي عايزه تصفيها صفيها، بس هي يعني ما بتتصفاش. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي كده كده اهو. وطبعا الكرنب بالنسبه لي انا الكرنب كده خلاص خلص، دي اخر حبه يعني، ما خدش وقت على بال ما انا عملت التخديع. كان الكرنب بتاعي استوى، ما خدش مني وقت. وهقلبها، والبهارات بتاعتي ما بحبش احط بهارات كتير قوي في المحشي، يعني هو كمون وفلفل اسود و... وملح وكزبرة ناشفة وشوية جوزة الطيب بتخلي المحشي تحفة، بتخليه حوار بجد. بس مش كتير يعني، ما تكتريش يعني، جوز الطيب كده ايه، فرك جوز الطيب كده تديله بس ريحة كده وطعم. وبهارات مشكلة بقى، لو طبعا الطماطم عندك فاتحة ممكن تحطي معلقة بابريكا وشطة لو انت عايزاه سبايسي بقى، بس انا طبعا عندي شوية بيحبوا سبايسي وشوية بيحبوا بارد، فانا مش عارفة ارضي مين فيهم، فبعمله يعني ايه وسط، ممكن احط رشة كده خفيفة اخليه يعني سبايسي كده حبة صغيرة. اه وحطيت بقى الملح، وحطينا بقى الملح، ونروح بقى نحشي ايه مع بعض.
اهو بصوا انا بقى كده كنت طبعا غاسله الرز. اهم حاجه ان انت تبقي غاسله الرز ويكون ناشف، ما يكونش مبلول. دي اهم حاجه، ان انت تبقي مصفياه كويس، لان لما بيبقى متصفي كده الميه ما بتنزلش في الصلصه، عشان الصلصه تبقى باينه كده في الرز وتمسك في الرز. وعندي هنا بقى الخضره قطعتها، شبت وبقدونس وكزبره وشويه فلفل رومي، يعني رومي حامي زي ما انت عايزه، زي ما بتحبي، بس هو الفلفل بيفوحه. وابتدي بقى ان انا اقلب بقى ايه، تقليبه كده حلوه من كل الرز عشان يخش بقى ايه في الخضره. بس بصوا بقى سهل جدا والله، ما بياخدش وقت، وكان طعمه تحفه. وانا هنا بقى قطعت طبعا الورق بتاعي اهو بصوا. طبعا انا بستسهل جدا ان انا احشي بالمنظر ده على ايدي، ما يعني انتي عايزه تفردي بقى على على الترابيزه، عايزه تفردي بقى على على الرخامه زي ما انتي عايزه، بس انا بصراحه بستسهل جدا ان احنا نحشيه بالمنظر دوت على ايدينا. ما بياخدش وقت خالص، لان هو لفه سهل، يعني اللفه سهله وكده وسهل كتير يعني. اهو خلاص. بصوا بقى الصباع طالع حلو ازاي كده وصغنن كده، يعني ما تكتريش الرز جوه الصباع عشان ما يبقاش تخين كده وبيبقى شكله مش حلو، اما هو يبقى رفيع كده عشان هو لسه هينفش شويه، يعني الرز هينفش شويه جوه الورقه. بس وهنا طبعا بتنجان هحشيه نص، ما بيتحشيش اكتر من كده، نصه عشان لما يجي بردك الرز بينفش جوه البتنجان. فاهم حاجه ان انت تحشيه النص، ويا ريت ما تقعديش تدخلي ايدي الصباع يعني في البتنجانه قوي عشان ما تطلعيش الميه اللي جواها. اهو خلاص كده، يعني ما تعصريش البتنجانه ولا تعصري، يعني يا جماعه في ناس، بشوف في ناس بتعصر البتاع دوت الكرنب، ما ينفعش ان احنا نمسكه كده ونفعصه بايدينا، يعني الصلصه بتاعته اولا هتخرج، والصلصه دي هي اللي بتسويه. اهو بصوا نص البتنجان، يعني ما تملهاش كلها عشان ما تخرجش الرز منها. بس انا كده بقى ايه، هروح بقى اسلق البطه. بصوا بقى، طبعا انا كنت طبعا غاليه الميه، وغسله البطه غسله تمام، يعني لازم تغسليها حلو قوي بالليمون بقى والدقيق والملح والفرخه نفس الكلام برضك بالليمون بقى والملح والدقيق، وتغسليها كويس جدا عشان الزفاره. وطبعا غليت الميه وسقطت بقى ايه البطه والفرخه والكراكيب بقى، طبعا الكبده والقناصه والرقبه والحاجات اللي احنا بنحبها دي. بس وحطيت التوابل بتاعتي، ما بحطش بقى توابل كتير، اهم حاجة الشوربة ما يتحطلهاش توابل كتير، ملح وفلفل وبصلة ولوري وحبهان، اكتر من كده ما بحطش في الشوربة بتاعتي. ولا بقى بحط جزر، ولا بقى بحط اي حاجة تانية. هو بس عشان تشربي احلى شوربة. نرجع لزمان، لايام امهاتنا بقى وكده. زمان كانوا بيعملوا الشوربة، كانت بتبقى ريحتها جايبة لاخر الشارع، ولا بيحطوا بقى جزر، ولا بيحطوا كرفس، ولا بيحطوا اللي احنا بنشوفه الايام ديت. هي سهلة جدا، هتحطي شوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية وشوية حبهان وشوية ورق لوري. لو عندك مستكة ماشي، ما عندكيش مستكة خلاص ما تكتريش في الشوربة عشان ما تغيريش طعم الشوربة، لان احنا ما بنعملش شوربة خضار، احنا بنعمل شوربة عادية، يعني شوربة فراخ وبط. ما ينفعش بقى ان احنا نحط حتى في الفراخ او اللحمة، ما ينفعش برضو تحطوا جزر وكرفس لان احنا كده بنعمل شوربة خضار، ما بنعملش شوربة فراخ يعني. وبتغير طعم الاكل، يعني لما تيجي تعملي ملوخية هتلاقي طعمها متغير. اهم حاجة طبعا الريمة، اي ريمة تطلع عندك تشيليها عشان لما الشوربة تقلب الريمة ما تنزلش تحت. طبعا انا كده بقى خلصت الريمه وسبتها بقى ايه تتسلق مع نفسها، وكنت سقيت طبعا البتنجان والكوسه زي ما انتم شايفين كده، وهو كده خلاص استوى. يعني انا كده بقى ايه خلاص انا سويته كده بس، وطيت عليه، يعني موطيه عليه لحد ما ايه ما يتكتك كده ويتشرب بقى ايه الميه اللي فيه شويه. وهنا بقى الكرنب كنت انا حشيته بس كان لسه مستواش. طبعا المية هنا لما احنا بنحطها مش بتبقى مغطية الكرنب، يعني عقلة صباع كده ايه باقية اهو بصوا، يعني ما يبقاش مغطي الكرنب. شايفين المية لحد فين؟ خلاص انا بقى كده برضو خلصت الكرنب اهو. بصوا بقى الدفى شوية البخار دول مدفين الدنيا بصراحة، وكان طعمهم تحفة. هنا بقى لسان عصفور كان فظيع برضو،
وشويه ملوخيه. لسان عصفور انا مبحبش اسويه قوي، يعني انا مثلا ايه بحط عليه الشوربه ويغلي غلوه واروح طافيه عليه عشان يطلع الحبه بحبتها. وهنا طبعا كنت بقى ايه بعمل الملوخيه والطشه بتاعتها. بصوا بقى هنا بقى انا حطيت الزبده، وحطيت عليها مكعب مرق. مكعب المرق لما بتحمصيه بقى مع الثوم بيبقى تحفه، بيسكر قوي الملوخيه. وهبتدي ان انا بقى اقلبها. ما نزلتش بالكزبره طبعا، يعني انا مش هحط الكزبره دلوقتي، هقلبها بقى اديها بقى ايه تشويحه كده. وريحة التوم كانت طبعا، ريحة الملوخية بتبقى فظيعة، يعني ريحة الملوخية لوحدها بتبقى فظيعة. انا هنا بقى ايه حطيت الكزبرة وشوحت بقى التومة. طبعا ما بحبش اشوح الكزبرة قوي عشان ما تتحرقش مننا، يا دوب يعني انا بحطها وتشويحة كده واروح نازلة بقى بيها ايه على الملوخية. طبعا هي طشة صغننة كده، مش الطشة بتاعت الملوخية الجامدة بتاعتي يعني، بس مش مشكلة، بس كانت طعمها حلو برضو. هبتدي من انا اقلبها كده بقى وخلاص، وانزل بقى ايه في الطاسة. لازم ننزل بيها في الطاسة عشان تاخد بقية التوم بقى والزبدة وكده. بصوا بقى اهو، اكنك قاعدة في صبح كابر مثلا. او بصوا بقى كده، فظيعة فظيعة جامدة جدا. عايزة رغيف ناشف بقى وتقعدي بقى شوية بتنجان مخلل، يا سلام. انا بقى كده خلصت الاكل بتاعي وعزمتهم بقى النهارده على الاكله الفظيعه ديت. وشويه البتنجان كانوا حكايه، والبطه والله كانت تحفه ما شاء الله، الله اكبر، يعني كانت حلوه قوي. والفرخه كمان، والحمد لله. واستنوني بقى في فيديوهات تانية، واقول لكم باي باي.